يورو السوق هنا في ايطاليا بيكون فيه ايه؟ تعالوا بقى هنكتشف مع بعض. صنادل الاطفال ب 10 يورو. بصوا سبايدر مان عامل 10 يورو برضو. كل ده ودي برضو عامله 10 يورو. كل الاشكال اللي موجوده هنا. انا بقى بحب الصنادل دي قوي كده، بحب ده كده. كل الصنادل المفتوحه دي انا بحبها، يعني شايفين اللي هي بتكون كده. انما دي لا، ما ماليش فيها قوي بصراحه. انما الحاجات اللي شبه كده ديت اكتر حاجه انا بلبسها، وبالذات في الصيف وبتنفعنا جدا. بصوا بقى الطري ده برضو عامل 10 يورو. وده طري وخفيف. مش كل اللي في السوق بيكون رخيص، لا كمان في الغالي. يعني شايفين ده عامل 29 يورو كده وكده. فالسوق هنا هتلاقي فيه كل الأذواق وكل الأسعار. على فكرة مش كل حاجة بيورو، ومش كل حاجة غالية، ومش كل حاجة رخيصة. في كده وفي كده. فومي ب5 يورو. شايفين كل الأنواع دي، حتى ده كمان عمل 5 يورو. أي نوع من دول شايفين. رجع بقى ان ده كمان ب10 يورو. الله يرحمها ماما كانت بتحب تلبس الاشكال دي قوي. بصوا كله ب10 يورو. اي حاجه موجوده هتلاقيها ب10 يورو. يعني ده كمان ب10 يورو. دي الاسعار المتعارف عليها هنا. في ممكن يكون اقل حاجه بسيطه واغلى حاجه بسيطه. بس شايفين لو عندك بقى مناسبة او حاجة فانت ممكن تيجي تجيبي من هنا كل الصنادل. متخيلين ان كل الحاجات دي عاملة يورو؟ مش عايزة ابين اي حد او اي شخص، بس دول عامل يورو للقطعة. بصوا الدرس كده ده عامل يورو. عجبني قوي اللي كانت ماسكاه ده. بس شايفين الدرس ده في من هنا كده وهو قط عامل يورو. بس كل الحاجات دي يعتبر معظمها مستعمل. كل الحاجات اللي هنا دي كلها مستعملة. الشنط دي كمان عاملة 7 يورو. ودي كمان عاملة 7. شايفين كل الاشكال دي. بصوا كل ده كمان عامل 8 يورو. وفي السوق هنا في ايطاليا. على فكرة لو مش متابعيني لازم تعملوا لي فولو دلوقتي، علشان انا هعرض لكم على كل حاجة. انا فاطمة علام، ودي صفحة كل يوم في ميلان. كل ده ب8 يورو بس. بصوا بقى هنا الكيس ده بيورو. يعني ممكن تاخدي كيس كده عامل يورو. ممكن تاخدي كيس كده في حاجات مختلفة بيورو. ممكن شايفين كده مثلا توك وحاجات من دي عامل يورو. عاملين مجموعات. بصوا كمان بيورو. يلا شايفين حتى الاثنين دول كمان بيورو. فانت بتاخدي المجموعة اللي انت تكوني محتاجاها. في بقى اشكال تانية كتير، وفي العاب للاطفال. يعني كل ده عامل يورو واحد بس. بصوا السود دي عجبتني قوي. قالت لي قدام القطعتين الاثنين يعني القطعة عاملة 6 يورو، والاثنين عاملين 12. شايفين البنطلون والجاكيت. وده كمان كومبليتو. اتنين مع بعض. القطعة الواحدة عاملة 6 يورو بس قماشتها حلوة. اوحش حاجة بس فيها ان هو 3/4 كم، مش كم كامل. يعني دول نص كم كده. هو كل حاجة هنا عاملة 6 يورو. يعني كل الصفة دي وكل الصفوف دي عاملين 6 يورو. اي قطعة بقى يعني ممكن تختاري كده 6 يورو كده. عايزه تاخدي كومبليتو على بعض يكون بنطلون والتيشيرت بتاعه، فانت هتاخديه ب 12. يعني شايفين ده كده. وكمان الجيبه عامله 6 يورو. بصوا 6 يورو. انا حاسه ان انا دخلت مغاره من كتر ما الحاجات فعلا مغريه. وب6 يورو بس. يعني شايفين البنطلون ده عامل 6 يورو. قماشته تحفه 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 فوق التحفه فعلا.
ده كومبليتو بس بنص كم، يعني بصوا كده. وفي البنطلون اسفه ان انا زوري وجعني جامد، مش عارفه اعمل له ايه، بقالي اكتر من اسبوعين او 3 بنفس النظام ده كده، يعني صوتي اللي انا مميزه بيه اختفى. انا اخدت اللون التاني من ده، بصوا في اللون ده، اختاروا معايا اللون ده احلى ولا ده. هو كومبليت وكامل على بعض، هوريهولكوا دلوقتي. وفي ده وده، فانهي لون يكون احلى. وفي كمان الاخضر ده والاسود. ايه اللون اللي ممكن يكون فعلا حلو؟